في ناس فعلا لو عاوز تتعبهم امنع عنهم الشغل. الناس دي الراحة بالنسبة لها مش إنها تنام طول اليوم ولا إنها تقعد فاضية من غير أي حاجة تعملها. الراحة عندهم إنهم يحسوا إن ليهم لازمة، إن في حاجة مستنياهم، إن في دور بيقوموا بيه، إن وجودهم عامل فرق حتى لو بسيط. تحسهم دايما بيدوروا على حاجة يعملوها، مهمة صغيرة، مساعدة بسيطة، أي حركة تخلي اليوم ليه شكل. يقعدوا ساعة من غير شغل تلاقيهم مخنوقين ومتوترين، مش لأنهم بيحبوا التعب، بس لأن الحركة بالنسبة لهم حياة. الفراغ بياكلهم من جواهم ببطء، ولما يقعدوا من غير هدف يحسوا إن يومهم ملوش طعم، كأن الوقت موجود بس مفيهوش روح، كأن اليوم ماشي بس هم مش حاسين إنهم عايشينه. الناس دي بتلاقي نفسها وهي مشغولة، بتحس بقيمتها وهي بتنجز، بتحس إنها موجودة لما تعمل حاجة. حتى تعب الشغل بالنسبة لهم أهون من وجع الفراغ، لأن تعب الشغل ليه معنى، لكن تعب الفراغ ملوش تفسير. تديهم مهمة صغيرة يفرحوا بيها كأنك اديتهم طاقة جديدة، تحس وشهم بيتغير أول ما يبقى عندهم حاجة يعملوها. عينهم تصحى، صوتهم يتغير، جسمهم يقوم كأنه كان مستني إشارة. الشغل عندهم مش مجرد فلوس آخر الشهر، الشغل أحياناً بيكون مهرب من التفكير الكتير، وأحياناً بيكون الطريقة الوحيدة اللي يعرفوا يهدوا بيها التفكير اللي في دماغهم. لأن لما دماغهم تلاقي حاجة تركز فيها، الضوضاء اللي جواهم تهدى شوية. في ناس منهم بتحب تحس إنها مفيدة للي حواليها، وفي ناس تانية بتحارب الوحدة بالشغل، وفي ناس بتخاف من الفراغ لأنه بيفتح أبواب تفكير كتير. عشان كده تلاقيهم دايماً مستعدين يساعدوا أي حد حتى وهم تعبانين. يقولك هات عملها أنا. الناس دي غالباً قلبها شغال طول الوقت، ولو جسمهم وقف شوية عقلهم يفضل يجري، يفكر ويحلل ويفتكر ويقلق ويعيد كل حاجة من الأول. عشان كده الفراغ بالنسبة لهم مش راحة، الفراغ بالنسبة لهم مساحة مفتوحة للتفكير والقلق. وأكتر حاجة بتطمنهم إن يومهم يبقى مليان، مليان حركة، مليان كلام، مليان إنجاز، مليان إحساس بالحياة. يمكن الناس تفتكر إنهم مدمنين شغل، لكن الحقيقة إن الشغل ساعات بيكون الشيء الوحيد اللي مخليهم واقفين. مش كل واحد بيشتغل كتير بيهرب من الراحة. في ناس الراحة نفسها بتتعبهم لو كانت فاضية من المعنى، ولما تلاقي حد منهم ساكت ومش بيعمل حاجة ما تفترضش إنه مرتاح. ممكن يكون في اللحظة دي أكتر واحد تعبان من جواه، لأن الراحة الحقيقية عنده مش في إنه يبطل، الراحة الحقيقية إنه يحس إنه بيتحرك لقدام، وإنه لسه قادر يعمل حاجة ليها معنى. عشان كده لو عاوز تريح النوع ده من البشر، اديله شغل يحبه، اديله مهمة يحس إنها شبهه، اديله حاجة تخليه يحس إنه مفيد وموجود. لكن لو عاوز تتعبه فعلاً، سيبه لوحده مع الفراغ. ساعتها هتحس إنك سحبت منه الحاجة الوحيدة اللي كانت مدياله إحساس بالحياة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن علم النفس.